السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بخصوص بس مباراة النادي الأهلي والمصري، كلمتين بس على السريع كده هنقولهم. هو احنا من البداية كنا بنطالب بمدير فني أجنبي من قبل مباراة حرس الحدود، ويا ريت هو اللي يقود الفريق في مباراة حرس الحدود والكلام ده. وقلنا ساعتها إن احنا بنلاقي نغمة في تلميع الكابتن عماد النحاس، وإن هو اللي يقود الفريق في باقي مباريات الدوري، والكلام ده من قبل النغمة دي ما تطلع يعني. والحمد لله يعني النغمة دي لقيناها ظهرت دلوقتي، والكابتن عماد النحاس تقريبا كده هو اللي هيتولى تدريب الفريق لحد نهاية الدوري، ولو خد الدوري غالبا ممكن يكمل ويلعب كأس العالم للأندية. خد الكارثة الأكبر بقى، الكارثة الأكبر إن النادي الأهلي بيحاول يتعاقد مع جوزيه جوميز يعني. مش عارف أقول إيه بصراحة. يعني إحنا سيبنا ريني فايلر وسيبنا ماركو روزا وأحلام وردية، وفي الآخر هنروح لجوزيه جوميز. فده تعليق بصراحة. بس هما كلمتين عايزين نقولهم بس بخصوص الأداء اللي الناس شايفاه يا جماعة. مفيش تكتيك للفرقة، واللي يزعل يزعل، واللي شايف غير كده براحته، هي وجهات نظر، وكل واحد وجهة نظره ليها كامل الاحترام والتقدير. لكن مفيش تكتيك في الفرقة، مفيش أي تكتيك في الفرقة. اللعيبة بتلعب بمجهودها الذاتي، ده حالة حماسة للعيبة من بعد رحيل مارسيل كولر. احنا بقينا بنشوف فرقة معلمين. في معلمين في الملعب، في ناس مش عايزة تجري، في ناس مش عايزة تضغط، في ناس احنا بنضغط غلط اصلا. احنا لما بنيجي نضغط على حامل الكورة بنضغط غلط. الدفاع عندنا ما شاء الله زي ما انتوا شفتوا كده يعني. كابتن عماد النحاس كرة الهدف الاول بتاع المصري، الكرة اتكررت قبلها مرتين ما اتحركش، مرتين في 5 دقايق، في المرة التالتة في الدقيقة 9 جت جول. مفيش، كابتن عماد النحاس مش موجود معانا في المرتين دول. يعني ايه ابدا بكوكا وانا عندي علي معلول بره، وانا عارف ان علي معلول لو برجله واحده احسن منهم كلهم، احسن من اي لعيب في مصر. دي نقط بس بنتكلم فيها. عمرو السولية اساسي على طول. ليه عمرو السولية اساسي على طول؟ انا عندي لعيبه احسن منه. ليه عمرو السولية اساسي على طول ومش عارفين الكورتين باصتين ورا بعض؟ ما فهمهاش. وسام ابو علي في الشوط الاول ما فيش خالص غير الاسيست والجون اللي هو جابه واتلغى، احنا مش عارفين هو اتلغى ليه، بس ما علينا يعني. فيعني عندنا جراديشار لازم ينزل اخر ربع ساعة. شغل كابتن حسام البدري ده احنا عارفينه وحافظينه كويس. هنفضل نلعب وهنأدي بروح اللعيبة والكلام ده كله، وفي الاخر مفيش تطور. اللعيبة بتقدم كل اللي عندها، لكن مفيش تكتيك، مفيش مدرب يقدر يغير خطط في الملعب، مفيش مرونة تكتيكية. احنا مش عارفين نضغط. يا جماعة لازم مدرب اجنبي كويس، ومدرب كبير، ومدرب عارف ومرن وعنده خطط تكتيكية ودارس كويس في أقرب وقت. يا جماعة اللي احنا فيه ده غلط. من يتحمل المسؤولية هو إدارة النادي. إدارة النادي اللي قالت إن احنا عندنا سيفيهات من أول السنة، وإننا ممكن نمشي كولر في أي لحظة ونيجي بالبديل، والبديل جاهز. كل مرة إدارة النادي بتعمل فينا الحركة دي، وفي الآخر بترسى على ريكاردو سواريش ومارتن لاسارتي والناس دي. فيعني ايه، احنا مش عارفين نقول ايه، بس الواحد فعلا دمه محروق. بالنسبة بقى للأخ محمد الشناوي اللي هيجدد ب100 مليون، والأخ رامي ربيعة اللي عايز 100 مليون هو كمان. قسما بالله الناس دي تدفع فلوس عشان تلعب في النادي، مش تاخد فلوس. الناس دي تدفع فلوس فعلا. محمد الشناوي تايه طول المباراة، أهم حاجة إن هو يزعق ويوجه اللعيبة كل ما الكاميرا تيجي عليه، فاكر نفسه بيب جوارديولا بيدي تعليمات. رامي ربيعة ده لعيب أصلا أنا طول عمري بشوفه أغبى لعيب مدافع في تاريخ النادي الأهلي هو رامي ربيعة. اللي عايز ياكل عيش يعني اللي عايز ياكل عيش في الفرق اللي بتلعب النادي الاهلي بيلعب عليه. ده طبيعي. محمد هاني يعني في بعض التطور في مستواه، بعض التطور، لكن هو فقد الكرة في الشوط الاول، وكان يعني كان في خيبة في الشوط الاول. فيا جماعة ده غلط، اللي بيحصل ده غلط. لازم مدرب اجنبي في اسرع وقت. احنا مش هينفع ندخل كاس العالم بمدرب هيدربنا اول مباراة رسمية هي مباراة الافتتاح. هتبقى كارثة، هتبقى كارثة. مش هينفع، مش هينفع معانا الكلام ده. اقرب واحد ينفع يشيل الليلة وقادر على ان هو يحدث الفارق هو رينيه فايلر. رينيه فايلر مدرب حازم وشديد، ويطور لعيبة، بيقدر يطور اللعيبة بسرعة، واللعيبة كلها بتخاف منه. هو شخصية قوية، بيقدر يصنع الفارق، مرن تكتيكيا، وبيلعب كرة حلوة. ريني فايلر هو الوحيد اللي ينطبق عليه كل الكلام ده. جوزيه جوميز يا جماعة ده مش مدرب النادي الأهلي، ده مدرب فرق منتصف الجدول.
جوزيه جوميز مش هينفع معانا يا جماعة. مش كل ما مدرب هيعمل قصادنا ماتشين كويسين او ماتش كويس هنروح نجيبه. بلاش نغلط غلطات باتريس كارتيرون والناس اللي كانت الاول دي، يعني بلاش نغلط الغلطات الغريبة دي. الشيء التاني ان كابتن عماد النحاس ما ينفعش يبقى هو مدرب الفرقة لفترة طويلة. كابتن عماد النحاس مدرب يتعلم. كابتن عماد النحاس كل الفرق اللي مسكها هبط بيها. كابتن عماد النحاس مقاولين اسوان الشرقية الكلام ده كله هبط بالفرق دي. ما ينفعش يا جماعة كابتن عماد النحاس يبقى مدرب الفرقة ويكمل بيها. وانا عارف ان النغمة اللي هتطلع بعد كده ان احنا لو فشلنا في التعاقد مع مدرب كويس يا اما هنجيب جوزيه جوميز وهو اي حاجة، يا اما عماد النحاس هيكمل بينا في كاس العالم وهنطلع بفضيحه. شكرا يا جماعه، احنا جبنا الذخيره ونسينا نجيب البندقيه. شكرا.